التليفون بيرن وكان مدير المشرحه اللي انا كنت شغال فيها حارس امن، فاستغربت اللي هو بيرن عليا في يوم الاجازه بتاعي، وكمان كان اول يوم سحور لان رمضان بكره. المهم فتحت عليه وقال لي الو يا تامر تكون عندي النهارده في المشرحه. اتفاجئت باللي هو بيقوله لي ده، انا بستنى اليوم ده يجي. رديت عليه وقلت له ازاي يا دكتور اشرف، ما انت عارف ان النهارده يوم اجازتي وكمان انا عايز اتسحر مع مراتي وعيالي. قال لي معلش يا تامر انا محتاجك ضروري، الامر طارئ وهعوضك باسبوع اجازه. قلت له تمام ماشي يا دكتور، شويه وهكون عندك. دخلت اخد دش ولبست ونزلت خدت العربيه بتاعي ومشيت. ولما وصلت للمشرحه دخلت للدكتور اشرف لقيته جامع كل الدكاتره وكأن في مشكله، واول ما شافني نده عليا وفضل الاجتماع بتاعه. قلت له ايه يا دكتور في ايه اللي حصل؟ قال لي سمعت عن الجثه اللي اتحركت جوه الحمام. رديت عليه وقلت له هو انا بس اللي سمعت عنها؟ دي الناس كلها بتتكلم عليه. رد قال لي الجثه دي هتكون في المشرحه النهارده وعايز يكون في حراسه عليه لانها تخص ناس كبيره قوي وموصيني عليه. جسمي ترعش فجاه وقلت له انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت عايزني احرس الجثه دي لوحدي؟ قال لي